حصنا عتيدا يحمي ممتلكاتها من الضياع ويقيها خسائر الحروب. إيغودير كما يسمى محليا، وإن مر على تشييده زمن طويل، لا زالت أبراجه تقف شامخة تحكي قصص الماضي البعيد. هذا الأحجار باش تبنى هذا الحصن راه جابوه من الجبل، وداروا كيعاودوا لنا القدام، كيديروا السلسله ديال الناس، واحد يعطيه لواحد حتى وصلوا هذا الحصن. هذه المخازن الجماعية تتألف من 366 غرفة صغيرة، غرف لخزن ثروات القبيلة والاحتماء داخلها في حالة تعرض السكان لهجوم خارجي. كيخزنوا فيه الرسوم، كيخزنوا فيه الزراع، كيخزنوا فيه التمر، كيخزنوا فيه كل شيء. حتى إلا كان الخوف ديك الساعة كيدخلوا فيه كيبركوا فيه. الحارس ديك الساعة راه كيخلصوا القبيلة وداروا 366 بيت، كتجيه ساعة في النهار الخلصة ديالو. في ديك الساعة كيتخلص غير بالحبوب. كان يسهر على حراسة الحصن 4 حراس موزعين على طوابق الحصن الأربعة. سلطة الزمن بدأت تنال من صموده. أسوار وأسقف إيغودير تتهاوى تباعا، تراث معماري مهدد بالزوال. كنطلب الإصلاح ديال هذه الخزينة باش يولي الناس يديروا فيه المسائل ديالهم بحال القدام. حنين إلى أساليب التخزين الماضية دليل على تشبت سكان القبيلة بتاريخهم. مآثر إقليم طاطا لا زالت قائمة تصارع للبقاء، أما أخرى فقد طالها النسيان، فلم يبق منها إلا ركام الحجر.